سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق. شايفين الحنية في التعامل. وقال عليه الصلاة والسلام: شر الناس الضيق على أهله. فقلنا: من الضيق على أهلي يا رسول الله؟ قال: الذي إذا دخل بيته خشعت المرأة وفر الولد، فإذا خرج ضحكت المرأة واستأنس أهل بيته. يا نهار أبيض! لما يخش، لما نسمع صوت المفتاح كده يترعب، ده شر الناس. واللي لما نسمع صوت المفتاح نقول: بابا جه، بابا جه، ده دافع الثمن، ثمن التواجد بروحه مع الولاد ومع مراته اللي الولاد بيتعلموا منه يعني ايه حب ومودة ورحمة. ثمن مش سهل، بس كل أب يستاهل إنه يعيش وهو دافع الثمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابه ارحب بكل الناس الامارات اللي دخلت القناه جديد. بجد اشتراككم ده على راسي من فوق. وطبعا برحب بالامارات اللي معايا من قبل كده مكملين بلايكاتهم وكومنتاتهم. بجد ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي العمر كله، اللهم امين. بصوا بقى يا بنات، نقول بسم الله وندخل في الفيديو كده على طول. الفيديو القمر دوت اللي بجد مشجع جدا جدا جدا، هيخليكي دلوقتي تقومي بصي في عز البرد كده من تحت البطانيه وتنضفي وتظبطي وترتبي. نقول كده بسم الله ونبدا الفيديو. هنا كده كنت بقول لكم ان بصوا في سجاد كتير جدا في الارض. طبعا الناس اللي متابعاني عارفه ان انا الكام روتين الجايين دول انا بعملهم عند بيت ماما الله يرحمها وبابا. فانا بصراحه قلت بصوا في زحمه كتير قوي كده، وحاسه ان البيت ما فيهوش روح، يعني حاسه كده ان الدنيا يعني بصوا مضلمه ما فيهاش روح. فعشان كده حاولت ان انا اغير كده من الريسبشن. قلت اول حاجه بس ابدا اعملها الم كل حاجه كده وهنسق بطريقتي انا بقى معايا. لكن بصراحه حاسه ان الارضيه فيها سجاد كتير حتى لو الدنيا برد وكل حاجه، بس انا مش بحب ان انا اغطي السيراميك بكذا سجاده، لا انا بحب احط سجاده مشايه حاجات بسيطه كده يا بنات. لكن الحاجات الكتير دي وكلها مشجره كده فبصراحه بتديكي منظر مش لطيف خالص كده، وتحسي ان في زحمه، ان عينك كده بصوا شايفه زحمه كتير في الارض. فعشان كده قلت لا انا هلم كل الحاجات دي بقى وهظبط معاكم الريسبشن يا بنات، وهخليه حاجه تانية خالص. والله العظيم انتوا نفسكم مش هتعرفوه. يلا بقى انزلي كده حطي لي اللايك القمر بتاعك والكومنت اللي بيشجعني. وبجد متشكره جدا جدا على اجمل كومنتات جات لي في الفيديو اللي فات. ناس كتير جدا قالت لي كومنتات حلوه قوي، ربنا يخليها ليا يا رب. وناس كتير يعني دعت لماما وبابا الله يرحمهم. فبجد ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي. والله العظيم يا بنات انا فعلا بصوا انتوا اهلي، انا بحبكم جدا جدا، وربنا كده يديمكم في حياتي. وبجد انتوا عوض ربنا ليا. مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، ومش عارفه اشكركم ازاي، بس بجد انا مبسوطه جدا جدا بكميه الكومنتات اللي جات لي والناس القمر اللي بتدعي لي. وبجد انا مش لاقيه كلام اقوله والله العظيم. بصوا بقى هنا بقى كده انا قلت الم كل حاجه والدنيا كانت متبهدله. وزي ما قلت لك بصوا هو السيراميك الفاتح بيبقى شكله شيك جدا جدا وبيديكي وسع، بس في نفس الوقت بيبهدل معاكي بسرعه برضو، يعني فاهمه؟ مش هقول لك ان هو ما بيبهدلش، لا يعني اي بصوا حاجه كده اي عفره اي حاجه بتبان فيه على طول. فقلت ان انا بقى يلا بقى الم كل حاجه كده وامسك بقى بص هنضف دي الريسبشن كله. وبدات ان انا كده انزل الستاير بتاعتي، قلت اغسلها بالمره. انا بصوا عايزه اخلي الريسبشن ده كده بيبرق بيبرق يا بنات. فبجد يلا بصوا عايزه اقول لكم على حاجه كمان. احنا دلوقتي طبعا في الشتاء والدنيا برد وكل حاجه، ده بس بصوا بتحسوا بالموضوع ده لما بتبقوا كسلانين وقاعدين تحت البطانيه. لكن مجرد ان انت تقومي من تحت البطانيه وتتشجعي كده وتبداي ان انت تنظفي وترتبي، والله العظيم بجد هيفرق معاكي جدا. بصي البرد هيروح تماما، هتحسي كده ان انت يعني مفيش مش سقعانه خالص. انا كده بصراحه مش عارفه انتوا زيي ولا ايه، بس عموما يعني كلنا بنكون كده، بنكون بردانين كده وكسلانين وقاعدين تحت البطانيه ومش قادرين حتى نقوم نغسل كوبايه واحده. مجرد بس ان انت بصي تفكي كده وتقومي، والله العظيم ممكن تعملي الشقه كلها. فعشان كده بقولك ما تستسلميش للبرد وتفضلي قاعده كده على السرير تحت البطانيه. وبصي انا واحده من الناس والله يا بنات كنت بعمل كده، اقعد تحت البطانيه افضل اشرب بقى في حاجات دافيه حاجات دافيه، وتلاقوني كده ايه ماسكه الموبايل في ايدي وتحت البطانيه بقى ولابسه الشراب بقى والكاب، وانتوا فاهمين طبعا، انتوا فاهمين الجو الشتوي ده احنا بنعمل فيه ايه. بس بصراحه قلت لا بصوا انا مش هستسلم للموضوع ده تاني يعني. لاني بصراحه لما بعمل كده الدنيا بتبوظ مني خالص وما بلاقيش حتى كوبايه واحده بس اشرب فيها، فاهميني؟ والله يا بنات فعلا بحس بص بدخل المطبخ الاقي بصوا كل المواعين على الرخامات في الحوض بقى، والدنيا متبهدله مني تماما. فقلت لا بصراحه بصوا انا يعني اتشهل كده واتنشط واقوم
واغسل، عشان انا لو ما عملتش مش هلاقي حد يعمل لي. فانت كمان قومي دلوقتي بقى من تحت البطانيه، انا شايفاكي على فكره، قومي كده من تحت البطانيه تنشطي كده واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وابداي كده قولي بسم الله الرحمن الرحيم، وابداي كده اعملي شغل البيت، هتلاقي الدنيا معاكي والله العظيم قمر، وهتحسي كده ان بص كل حاجه نتفت كده بكل سهوله، ويومك عدى كده وشقتك بقت تمام. بصوا بقى، جيت هنا كده جبت المكنسه بتاعتي وبدات ان انا كده اشفط اي اتربه بقى، اي حاجه كده في الانتريه بتاعي. بصوا هو ما بيبانش عليه بصراحه البهدله، لان هو زي ما انتم شايفين بصوا عباره عن شجره كده، فاهميني؟ انا بصراحه بصوا هي الحاجات دي طبعا بتاعت ماما وكده، انا ما بحبش يعني اما اجيب ركنه او انتريه او حاجه بحب اجيبها ساده. يعني بصوا اجمل حاجه بصراحه لو انت عروسه وبتجددي بلاش تجيبي حاجات مشجره والوان كتير، الحاجات دي والله يا بنات فعلا يعني. بصوا اقول لك زمان كنا يعني كلنا كده عينينا بتروح ليها، لكن دلوقتي لا، الحاجات البسيطه ما فيش احسن منها بصراحه. خلي كده بيتك بسيط جميل، فهتلاقي بجد والله العظيم الحاجات دي هتفرق معاكي جدا جدا على فكره. وعايزه اقول لك كمان وانتي بتفرشي بيتك بلاش تزحميه، يعني بلاش الزحمه، هاتي حاجات اللي انت هتستفادي بيها او الحاجات اللي انت محتاجاها. والله يا بنات الزحمه دي بصوا يعني بصراحه ما بتبقاش حلوه خالص خالص، وبتدي كده يعني للمكان منظر مش لطيف خالص. لكن البساطة هي الجمال، يعني لو حطيتي حاجات بسيطة كده بجد بتظهر وبتبقى فعلا فعلا جميلة كده وشيك. لكن هتزحمي الدنيا والله. بصي هقولك حاجة والله بجد، بصوا العفش مش بتمنه، العفش بذوقه. يعني ممكن ان انت تكوني جايبه عفش غالي جدا جدا، بس انت مختاره حاجات ضخمه، حاجات الوان مش كويسه، حاجات مش لايقه عندك ولا مثلا مناسبه للمكان عندك، فده بصراحه بيدي منظر مش كويس خالص. لكن ممكن ان انت تكوني جايبه عفش بمبلغ قليل، هو ما فيش حاجه دلوقتي طبعا قليله ولا حاجه، بس برضو في حاجات يعني اسعارها عاليه جدا جدا يا بنات، وفي حاجات اسعارها يعني معقوله شويه. فممكن ان انت تجيبي بالاسعار المعقوله دي، وبجد بجد اللي يشوف المنظر يعني التنسيق بتاعك والريسبشن او الشقه عموما بجد يعني هيقول ان انت جايبه العفش ده من احسن مكان وارقى مكان واغلى مكان. فانت اللي تقدري تخلي الشقه عندك، اللي يدخل هيقول ان المكان ده فعلا فعلا انت يعني مكلفه وصارفه، ولا اي حاجه كده ومكروته. بالتنسيق يا بنات، بالتنسيق والذوق، اختاري صح عشان تقدري ان انت تفرشي شقتك صح. لكن لو الدنيا زحمه عندك بقى وحاطه الوان مش لايقه على بعضيها وحاجات كتير مشجره، لا لا بصراحه المنظر ده ما بيبقاش كويس خالص خالص. فوانت بتوضبي جديد او لو انت عروسه ولسه بتشتري عفشك، صدقيني بصي اللي انا بقوله لك ده هيفيدك جدا جدا لما تيجي ان شاء الله تختاري في عفشك او في اي حاجه بقى تشتريها في البيت، سجاد، اي حاجه في ستاير. حاولي ان انت تنسقي وان انت تجيبي كل حاجه لايقه على بعضيها، وفي نفس الوقت ابعدي تماما تماما عن الالوان الكتير، وخليكي بصي بسيطه. بجد البساطه اجمل حاجه فعلا، ان انت بتخليكي كده، بتخلي المكان عندك كده بجد بيبان ان هو قيم جدا. وعايزه اقول لك كمان على حاجه، ما تجريش ورا الحاجات الضخمه، لا هاتي حاجات بسيطه جدا، حاجات يعني ما فيش داعي ان انت تجيبي مثلا عندك ريسبشن كبير وكل حاجه، بس ما فيش داعي ان انت بصي يعني تمليه كله عفش، لا ممكن تحطي فيه سفره وانتريه ركنه، حاجات بسيطه جدا، ومفيش داعي ان انت تجيبي العفش الضخم قوي ده يا بنات. انا بصراحه ده رايي، يعني عايزه حابه ان انت تاخدي بيه بجد يعني تمام، مش حابه برضو يعني براحتك، بس انا بقولك كهبه انا ما بحبش الحاجات الضخمه ولا العفش الكتير ولا الالوان الكتيره بصراحه. بصوا بقى يا بنات، هنا كده جبت طبق وحطيت فيه شويه ميه كده وشويه كلور، وبدات بالمقشه كده بصوا ادعك السيراميك كويس جدا، لان انا بصوا كنت حالفه كده ان هدخل الريسبشن ده هخليه كده بيبرق، وبجد بجد فعلا نظفته جدا جدا يا بنات وخليته كده بيبرق، وكنت مبسوطه جدا جدا بريحه النظافه. طبعا انا عارفه ان انتوا بتشموا ريحه النظافه من على بعد، فبجد بصي لو عندك فعلا اي حاجه متبهدله قومي دلوقتي حالا كده اتنشطي بالفيديو بتاعي، طبعا بعد ما تحطي اللايك والكومنت بتاعك وتشجعيني عشان انا كمان اشجعك بفيديو احسن واجمل. وتعملي كده المكان المتبهدل عندك. بجد يا بنات والله العظيم الموضوع ده فعلا بيفرق جدا في نفسيتنا. عارفه هتتعبي بس بجد هترتاحي بعد كده. انا بجد ما بحس كده ان الدنيا عندي مش نظيفه ومتبهدله، ببدا ان انا اعملها كده واظبطها وانضفها، وبجد ببقى مبسوطه جدا جدا لما بلاقي المكان ده بقى نضيف. لكن طول ما هو متبهدل بصوا انا متنرفزه ومتضايقه ومش طايقه نفسي. بصوا النظافه يا بنات، انتوا شامين ريحه النظافه والشكل كده بصوا بيبرق كده، بجد خليت السيراميك كده رجعته كده جديد يعني، فاهميني؟ بدات بقى بعد ما خلصت كله قلت الم بقى الميه دي اللي هي بالكلور وكده، جبت اللي هي
الجردن بتاعي كده والعصاره بتاعته يعني الشرشوبه، وبدات ان انا الم كده واعصر والم واعصر، وبدات ان انا اغير الميه واجيب ميه نظيفه طبعا. عشان ايه؟ لاني فعلا بصوا ان انا الم الصابون ده كله بصراحه بياخد مني مجهود ووقت، بس بصراحه بيديني نتيجه تحفه تحفه تحفه. فبجد لو انت كده بصوا، احنا عندنا شويه صحه يا بنات وعايزين نوديهم، يعني عايزين نضيعهم، فيلا بقى مش مشكله ان شاء الله كده. بصوا كله في ميزان حسناتنا بجد يا بنات. فعلا لو انت كده فعلا شايفه ان البيت عندك مش نضيف، عند مامتك، عند اي حد عزيز عليكي كده، بصي ما تستخسريش لو ربنا يعني كرمك كده بشويه صحه، قومي كده ونضفي وروقي وظبطي كل الحاجات دي. كفايه دعاهم والله العظيم يا بنات. بصوا انا بدات كده ان انا بقى جبت بعد كده برضو فوطه كده، وبدات ان انا ايه الم كل بواقي برضو الصابون كده واعصرها وارجع تاني لحد ما خليت فعلا فعلا السيراميك. بصوا انتوا شايفين اصلا نظافه السيراميك عامل ازاي، بيبرق يا بنات والله العظيم كده بيبرق. فبصوا بقى مرايه، بقى مرايه، انتوا متخيلين ان هو كده بقى مرايه؟ بصوا بدأت كده. فأنا كنت بجد في الفيديو ده مبسوطة جدا جدا وأنا بعمل كل حاجة فيه، لأني كنت بعمل كل حاجة بحب بجد والله العظيم يا بنات. لما تكوني يعني بصوا في مكان كده وبتحبوا الاشخاص دول او هم غاليين عندكم، فانتوا بتعملوا لهم الحاجه كده وانتوا مبسوطين وانتوا بتعملوها بحب. فربنا كده يا رب كده يخلي كل واحد فينا كده عنده مامته وباباه او اخواته اي حد عزيز عليه كده، ربنا يخليه له يا رب كده ويبارك له. عاوزه كمان يا بنات والله العظيم اقول لكل ام فينا ولادها بيمتحنوا بجد ربنا يقويكي، بجد ربنا يقويكي. لان انا مجربه بجد يا بنات، حاسه ان انا اللي بمتحن والله العظيم، حاسه ان انا كده اللي بذاكر وبمتحن. فبجد ربنا كده يقوينا جميعا يا رب كده، ويخلينا كده نقدر نكمل ان احنا بصوا احنا من البيت للاكل للشرب للمذاكره لدروس. وطبعا الفتره دي دروس زادت كمان، مراجعات بقى مع الولاد وبصوا انا مطحونه مطحونه معاهم، وعارفه ان انتوا زيي والله يا بنات. فربنا كده يقوينا جميعا يا رب. بصوا بقى جيت هنا كده ورجعت الانتريه كده مكانه بقى، وبدات ان انا اظبط الشلت بقى مكانها كده واحطها وارتب كل حاجه مكانها. بصوا يا بنات انا الغرض اصلا اللي كنت عايزه اعمله من الروتين دوت ان انا انسق كل حاجه بطريقتي. بصوا انا والله العظيم زي ما بقول لكم كده، ممكن يكون نفس العفش ونفس المكان بس في اتنين منسقين، يعني انا نسقت بذوقي وبطريقتي، وفي حد تاني نسق بذوقه وبطريقته. فبص التنسيقات هي اللي بتدي بقى المنظر النهائي، يعني الشكل النهائي والجمال كله ده بيطلع من التنسيق اللي انت نسقتيه. في حد ممكن تاني يكون نفس العفش اللي عندك ونفس المكان وكل حاجة، بس هو منسق بطريقة يعني موحش بيها المكان بجد والله العظيم، موحش بيها العفش مش ظاهر. وفي حد ممكن يكون بينسق بطريقة قمر كده. فانا كنت حاسة ان الدنيا زحمة قوي، فحبيت ان انا اقلل من السجاد، حبيت ان انا انظم الانتريه بطريقتي انسقه، يعني فاهميني، اجيب الكرسي مكان المناسب ليه، اجيب الكنبه المكان المناسب ليها. فاهميني انا بقصد ايه طبعا. فانتوا هتشوفوا في الاخر انا نسقت ازاي وفي الاول كان التنسيق عامل ازاي، وقولوا لي برده رايكم في الكومنتات، لان انا بجد بجد ببقى مبسوطه جدا جدا برايكم وبتشجيعاتكم ليا، وانا عارفه ان ذوقي اصلا بيعجبكم وعارفه ان كل حاجه بعملها بتعجبكم. بجد انا والله العظيم بحبكم جدا وبحب كلامكم، مش عارفه اقول لكم ايه ولا اتكلم. يا بصوا انا ما برتبش اي كلام خالص، انا بفتح الفيديو زي ما انتوا عارفين واتكلم فيه، فتلاقوا كلامي كله كده خارج بصوا يعني ملخبط. فانا بقول اللي جوايا والله العظيم يا بنات، فعشان انا بحبكم وبعتبركم اخواتي، وبقول كده اللي في قلبي على طول زي ما بيقولوا كده اللي في قلبي على لساني. بصوا بقى هنا كده جيت وبدات ان انا بصوا بالموب كده امشي، او بالشرشوبه بتاعتي كده ابدا ان انا المع برضو الارض. بصوا بصوا يا بنات النظافه، بصوا الارض كده بقت مرايه بجد والله العظيم. بصوا حاسه كده ان اديت للريسبشن روح، فتحت بقى الشبابيك وشلت الستاير وغسلتها، وحسيت كده لما لمعت الارض ونضفتها. وهنا الستاير خلاص كانت نشفت برضو معايا، كانت اتغسلت قصدي، وقلت بقى ان انا افرشها بالمره. بصوا هي الغساله اصلا بتطلعها ناشفه، يعني انا مش محتاجه ابدا ابدا ان انا احطها في البلكونه ولا حاجه، لا انا بدات ان انا اركبها خالص يعني عادي كده، وعلقتها عادي خالص مفيش اي مشكله خالص. وقلت يعني بصوا الحاجه اللي يعني بيبقى محتاجه سنه كده بس ان هي تنشف فيها او تتهوى، قلت هتتهوى وهي ايه، انا فاتحه الشبابيك عادي هتتهوى معايا على طول ومش هيجرى اي حاجه خالص. ف انا مبسوطه بالفيديو ده جدا،
وعارفه كده ان هو هيشجعك وهيخليكي دلوقتي تقومي بصي، يلا كده قومي من تحت البطانيه، من تحت اللحاف، من على السرير، اجري كده على اي اوضه عندك مش نظيفه، الريسبشن، مطبخ، اوضه، اي حاجه عندك مش نظيفه كده، وابدأي بيها. والله هتلاقي نفسك بصي يعني لفيتي على الشقه كلها نظفتيها. وعايزه كده بصي تنزلي تقولي لي في الكومنتات ان انت قمتي كده اتنشطتي وعملتي اي حاجه عندك كانت متبهدله. بصي الستاير كده حاسه ان هي نتفت كده يا بنات. عارفه النظافه دي نعمه من ربنا والله العظيم. بحس كده ان هي بتدي كده فعلا ريحه حلوه للمكان، بحس كده ان هي بتدي روح للمكان. طول ما الدنيا كده نظيفه وانت منظفه وماسحه وفاتحه كده الشبابيك ومغيره الهوا ومطلعه كل الطاقه السلبيه اللي عندك في البيت ودخلتي كده طاقه ايجابيه، كل الحاجات دي حلوه. عايزه اقول لكم حاجه فيا، والناس طبعا اللي متابعاني من زمان عارفاها، انا صيف شتاء بفتح شبابيك ولازم اهوي يعني البيت عندي لازم. انا بتخنق لو قفلت البلكونه بجد. انا اول ما اصحى بصوا في عز التلج والدنيا لو بتنزل بره سيول لازم افتح البلكونه، ما اقدرش ابدا ابدا اقعد في مكان مقفول كده وضلمه والكلام ده، لا ما اعرفش ابدا اعمل كده يا بنات خالص. بصوا بقى جيت هنا كده بالبخاخ بتاعي اللي انا كنت حاطه فيه زي ما قلت لك ميه وكلوريكس، بدات ان انا كده بصوا اغسل الرخامه بتاعتي كويس جدا واعملها كده برضو بالفوطه بتاعتي. وبدات ان انا حطيت كده مفرش نضيف جميل، واي حاجه كده عندك فوزه، طقطوقه بتاعت سجاير، اي حاجه عندي كده حطيها. بس الحاجه كده لما بتتحط بتنسيق كويس مع النظافه والله يا بنات بتدي فعلا منظر حلو جدا كده، بتحسي كده بصوا ان الدنيا كلها نظيفه. بصوا بدات احط المشايات بتاعتي بتنسيق كده جميل. بصوا بقى بجد انا محتاجه رايكم جدا جدا على الفيديو ده كده. تنزلي تحت حالا تقولي لي رايك كده في الكومنتات. هاتي كده بصي رجعي الفيديو اول ما دخلت كده بكميه السجاده اللي كانت على الارض وكميه بصوا يعني سجاد بقى والمفارش اللي كانت محطوطه على التلفزيون وعلى الترابيزه. لا انا شلت كل الحاجات دي كده وقلت لاختي بصي انا مش عايزه اشوفك تحطي تاني الحاجات دي، لا انا عايزه كده الدنيا تبقى رايقه قدام عيني كده، وكل حاجه مكانها وكل حاجه متنسقه وكل حاجه مترتبه. فانا مستنيه بجد يا بنات رايكم جدا جدا، لاني فعلا ببقى مبسوطه قوي برايكم وبحس كده ان انا بعمل حاجه بتفكوا بجد. انتوا بتبسطوني جدا جدا، فربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا انا هسكت كده قليلا عشان انت كده تستمتعي بالنظافه والجمال والقمر اللي انت شايفاه قدامك ده. بصوا شديت بقى كده الستاير وحاسه كده ان الدنيا يا بنات بصوا النظافه دي نعمه فعلا من ربنا والله. انا بستغرب للناس اللي ربنا الحمد لله مديهم صحه وبيستخسروها في بيتهم. يعني قومي كده ما تقعديش كده والدنيا متبهدله حواليكي وانت قاعده وما تزعليش مني، يعني بيبقى جواكي كده لا مبالاه، يعني مش عايزه ولا تقومي ولا تنضفي، باستثناء طبعا الناس اللي تعبانه ومريضه والله يكون في عونها وربنا يشفيها يا رب. انا ما بتكلمش عليهم خالص يا بنات بجد، انا بتكلم عن الناس ان الحمد لله ربنا اداهم صحه او هم الحمد لله لسه بصحتهم وبصوا قاعدين والدنيا مش نضيفه حواليهم. لا انا مش هقبل ابدا ان اي ست عندي تكون في القناه او اي بنوته كده تكون كده في القناه عندي وبتقعد في مكان مش نضيف وعادي خالص مش فارق معاها وتفضل عندي في القناه. لا يبقى انا بقى ماليش اي لازمه خالص، يبقى انا اقفل قناتي وبس كده. فلا بجد لو كده عندك مكان مش نضيف والحمد لله كده قادره ان انت تقومي تنضفيه، بلاش كسل وقومي ونضفي وظبطي ورتبي. والله العظيم هتفرحي جدا بمجهودك، تلاقي كده النتيجه معاكي كده حلوه، هتبقي مبسوطة جدا جدا ودايما هتعملي ودايما هترتبي وهتنزلي بعد كده تشتري ديكورات. بصوا هتبدأ بس كده ان انتوا في الاول كده هيبقى في شوية كسل، بعد كده هتلاقي نفسك بصي يعني بقيتي صاروخ بقى خلاص، بتقومي وتنضفي وتشتري ديكورات وترتبي وتخشي المطبخ وهتعملي كل حاجة حلوة في بيتك. بحبكم جدا جدا وده الفيديو بتاعي النهاردة، لو عجبك حطيلي لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.